السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو عايزين نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ولو انت اول مرة تشوفي القناة او تشاهدي الفيديوهات بتاعتنا، يا ريت تشرفينا وتنورينا بالاشتراك وتفعلي زرار الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك منا كل جديد. ولو انت متابعاني ومتابعة قناتي وفيديوهاتي، ما تنسينيش باللايك والكومنت اللي بيفرحني ويبسطني دايما. تعالوا كده نسمي بسم الله وندخل كده نشوف النهاردة هنعمل ايه. بص يا بنات، طبعا احنا شفنا في فيديوهات كانت نازله على اليوتيوب كتير، اللي هي بتاعت الزبده النيوزيلندي، وكانت طالعه ترند وناس كتير عملتها وناس كتير نجحت. وانا من الناس اللي بحب اجرب، يعني انا من الناس اللي بحب ان انا ايه، يعني اشوف لو حاجه كده نازله جديده ولا كده افتكاسه كده جديده، احب ان انا ايه، يعني بحب احشر مناخيري كده. شفت اللي انت بتقولي تحبي تحشري مناخيرك؟ انا بحب احشر مناخيري كده في الحاجه واجربها واشوف هتطلع فعلا ناجحه ولا لا. وفعلا ساعتها عملت الفيديو والزبدة فعلا ونجحت وطلعت زبدة وكانت زي الفل. ويعني الحمد لله برضو خدت مشاهداتها وكانت كويسة. فالمرة دي انا بقى شفت ايه بقى، العيش الفلاحي على فرن البوتاجاز، بدون مطرحة بدون رح بدون اي حاجة. فقلت طب تعالي يا بت نجرب ونشوف الدنيا فيها ايه. قال لك اول حاجه لازم يبقى دقيق بلدي. قلت تمام، وهو ده المطلوب، وانا عندي الدقيق البلدي بتاع التومين الاساسي اللي انتوا عارفينه طبعا، اللي انا كنت جايباه من عند الحاجه وكده. المهم اشتغلت كده زي ما انتم شايفين. طبعا اي عجين يا بنات بيبقى يا دوبك خميره ودقيق وملح وميه. المهم الميه كده زادت مني شويه، هبدا ان انا ازود في الدقيق حبه بحبه. طبعا انا اول مره اعجنه، ما عجنتوش قبل عن كده. ماشي بس، ماشي بس شفتوا بقى اللي انتوا ايه، اللي انتي بتقولي جيت ازرعها، مش عارفه بطيخ ولا خوخ ولا المهم حاجه من حاجه من الفاكهه. طلعت بتنجان. طلعت بتنجان يا اماني. طلعت بتنجان. كملوا معايا الفيديو للاخر وهنشوف الصدق من الكذب، وهنشوف الفيديوهات اللي فعلا كانت حقيقيه واللي كان فيها لعب. انا قلت لكم فيديو الزبده، والله العظيم فعلا بجد كانت الزبده والزبده زي الفل، وطلعت زي العسل، وعملتها معاكم وكانت تمام. اما بالنسبه لفيديو العيش ده، احنا هنمشي كده المراحل بتاعته كده واحده واحده مع بعضينا، وهنشوف هل فعلا الكلام ده يعني هيطلع العيش زي ما هم قالوا ولا لا. عجلنا عجنتنا وغطيناها وسبناها تخمر، وخمر العيش وزي الفل اهو. عايزه اقول لكم ان العيش ده ما كانش ناوي يتعمل امبارح، يعني ضيف واتنين وتلاته في اليوم ده، وسبته لحد بصوا خمر ومال الطبق. بقول له هو يومك مش باين عليك انك انت النهارده هتتقرص ولا ايه؟ مش عارفه. المهم هنجيب كده صينية معانا كبيرة، وهنحط حبة زيت في طبق. اللي عايز يحط دقيق براحته، عايز يحط زيت، بس أنا شفتهم قالوا زيت. تمام، خلينا ماشيين كده ايه واحدة واحدة عشان نعرف ايه زي ما قلنا الصح الحقيقة من الكذب. تمام يا أماني، تمام يا أماني. بس نزلنا بالدقيق كده على الصينيه، وهنبدا ان احنا نقطع العيش. وانا والله ما عجنته قبل عن كده، بس انا بقول لكم ان انا بحب ان انا ايه، الحاجات اللي الاقي كده فيها افتكاسه دماغي دي ايه، ما بتبطلش. بقول لا بص، حتى هنا اول ما قطعته زي العيش الشمسي بتاعنا احنا، العيش الشمسي كده بنشتغل كده ايه. العيش الشمسي اقول لكم ماشي، انا مش هضحك عليكم، انا استاذه فيه، لان كنت وانا بنوته وكده كنت اعجنه واخبزه على طول عند الحاجه والكلام ده كله. لكن العيش الفلاحين باقول لك ادّي العيش لخبّازه فعلًا بجد والله، ولو هياخد نُصّه دي حقيقة، دي حقيقة فعلًا. يعني الحاجة كده لمّا يكون صاحبها هو اللي بيعملها أو ناس بتبقى فاهمة فيها، دي فعلًا صح. يعني بُصّوا أنا ما كنتش عارفة حتى إن أنا أمسك إيه، أمسك الرغيف، بس أنا إيه، دماغي صوّرت لي بقى إن أنا هاطلع إيه بقى، هاطلع ترند بقى في القصة دي وهتنجح وهتبقى فُل الفُل. تمام، المهم زي ما قُلت لكم، عايزة أقول لكم العباية اللي أنا كنت لابساها كلّها اتبهدلت عجين، والبوتاجاز يا عيني والرخامة وإيه اسكت، اسكت، اسكت. خلّصت كل كمية العجين دي على أمل بقى إن أنا هالاقي العيش بقى إيه، على أمل إن أنا هالاقي العيش يطلع بقى زي أنا ما شُفته بقى، لإن العيش ده بجد والله العظيم من أجمل العيش فعلًا إن أنا أكلته هو العيش الفلاحي بجد. عيش بيبقى طعمه زي العسل كده، وبتاكلوه كده يا بنات، يعني بيتاكل كده بيتاكل كده من غير يعني ممكن تاكليه كده من غير أي حاجة. بُصّوا إحنا ماشيين الخطوات لحد هنا زي الفل، وهنشتغل فيه برضه كده مع بعضينا لحد هنا زي الفل. أمّا بقى هنروح عند عشان نحطه على النار على فرن البوتاجاز من فوق زي ما هُم قالوا، هنا بقى مش هنشوف فُل ولا هنشوف حاجة من الكلام ده كله خالص.
هنمشي برضه، انا مش عايزه اسبق لكم الاحداث، هنشوف كده مع بعضينا خطوه خطوه. طبعا الناس الفلاحين اكيد عارفين الكلام ده كله، وعارفين ان العيش ده في الغالب كده ما ينفعش غير في فرن، في الافران، يعني ما اعرفش كمان فرن البوتاجاز تنفع هو فيه ولا لا. انا جربت العيش الشمسي بتاعنا في فرن البوتاجاز، وكان ناجح وزي الفل ومستوي وحلو قوي، ما فيهوش اي حاجه يعني، ما فيهوش غلطه. تمام. ومتخمر تحت المراوح، وكان ما فيش اللي ما عندهاش مثلا شمس او ما عندهاش بلكونات زي حالاتي كده. انا عندي ألمونتين في شقتي، ما عنديش شمس، بس عندي روف فوق في البيت بتاعنا. بس مين هيطلع؟ هطلع وانزل انا بالعيش طالعه ونازله بيه، مش هينفع، وناصر ما كانش هيرضى طبعا. بس فهي طبعا قالت نفس الكلام كده، هتحطي دي كده على وشه وهتسويه وهتظبطيه وهتحطيه كده ايه، تعملي اتنين ورا اتنين، يعني هتسوي طاسه والتانيه يبقى جنبيكي وترجعي تعملي اتنين تاني، طاسه والتانيه هتبقى جنبيكي وترجعي تعملي اتنين تاني. احنا عملنا واحد كده مع بعضينا، خطوات ماشيه اهي، خطوات حلوه لحد دلوقتي اهو. عرفنا ننقل العيش من على الصينية، وبصوا مشينا عليه واحدة واحدة بالنشابة بتاعتنا اللي بنفرد بيها العيش دي زي ما هم قالوا. تمام اهو، وزي الفل مع بعضينا وماشيين بالراحة اهو. وهننقله دلوقتي كمان في الصينية التانية اللي احنا هنجيبها، ونروح ناخدهم كده على فرن البوتاجاز ونشوف الدنيا هتبقى معانا ايه. من هنا بقى هنبدأ نتكلم ونشوف الصح من الغلط. نقلناها، يلا يا اماني يلا يا اماني. هنيجي هنا نشتغل مع بعض. بصوا هي قالت ايه، قالت العيش هيفقفق كده من فوق. اول حاجه الدقيق اللي هي بيتحط على الوش ده مش بيروح، بيفضل زي ما هو اهو، زي ما انتم شايفين. مهما تفضلي تنفضي، انا عايزه اوريكم، انا بقول لكم يعني ان الوش بتاع العيش خلاص من فوق كده يعتبر اكتمل، ما فيهوش. بصوا الفقافيق ظهرت، ماشي هاخده كده. بصوا تحت فرن الشوايه بتاعت البوتاجاز وهحطه. قعدت بقى جنبيه، استنيت النفخه اللي بتتنفخ واللي انا شفتها دي في الفيديوهات، تمام، او في الفيديو اللي انا شفته. مفيش. قعدت بالتليفون قدام الفرن علشان اشوف النفخه، مفيش نفخ، ما رضاش يطلع من مكانه اصلا، ما اتحركش ما اتحركش. انا عملت العيش بتاعنا العيش الصغنطوط العادي ده، بصوا لونه فضل، بصوا الدقيق ظهر اهو، واللون التاني احمر بتاع العيش على وضعه ده، ما اتنفخش ولا فيش اي حاجه جرت له ازيد من الوضع يا بنات اللي انتوا شفتوه. يعني كل الفيديوهات دي بتبقى كده اي كلام، والله العظيم اي كلام. حاولت بصوا في رغيف واتنين، ابدا ابدا مفيش. وفي النهايه قلت بس قفلي بقى الفيديو على كده، وهوريكم الشكل النهائي بتاع العيش اللي طلع. بصوا يا بنات، لميت العيش على قد ما اقدر بالطريقه اللي انتوا شفتوها معايا، برضو واحده واحده كده، برضو واحد من فوق وارجع احطه تحت الشوايه عشان ياخد لون، واحد من فوق وارجع احطه تحت الشوايه ياخد لون. ادي العيش اللي طلع، ادي العيش اللي طلع. ما طلعش العيش اللي انا شفته بالشكل اللي انا شفته خالص خالص خالص. كلها اختراعات وكلها كلام كده لشد يعني الجمهور، وانك انت تشوفي كده مشاهدات عالية ومشاهدات تبقى للفيديو، لكن دي الواقع وده الصراحة اللي انا صورته لكم اهو عشان تبقوا شايفينه قدام عينكم. تمام. الناس اللي جربت غير الناس اللي بتشوف، الناس اللي بتشوف حاجة والناس اللي جربت حاجة تانية بنات. فأنا عملته، وانا اللي دفعت الضريبة دي. كان في حتى كام واحدة صغيرين رحت عاملاهم صغيرين اهم، حتى ده مرضاش يتنفخ، يعني حتى الحتة الصغنطوطة دي، العيش الصغير ده مرضاش يتنفخ، مرضاش يتنفخ خالص خالص. غير زي ما انتم شايفين الوضع قدامكم. حاولت لحد ما خلصت والحمد لله. ما تنسوناش باللايك وبالشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.